صباح الخير. السؤال ده بيقول هي الرخصة المصرية معترف بها؟ بص، الرخصة المصرية طالما طالعة في تاريخ قبل أول تاريخ دخولك ألمانيا معترف بيها، ولكن في أول 6 شهور فقط. يعني إيه في أول 6 شهور فقط؟ يعني أنت لو جاي مترجمها ترجمة محلفة وعليها أختام الخارجية تقدر تمشي بيها أول 6 شهور فقط بس. طيب بعد ال6 شهور بتروح تسجل في مدرسة سواقة، وبعد كده بتعمل الامتحان العملي. بتفيدك في ايه الرخصة المصرية؟ الرخصة المصرية بتفيدك ان انت مش هتمتحن امتحان النظري، ولكن لازم تكون بتعرف تسوق ولازم تتعلم العملي. وبتفيدك كمان ان انت تكلفة الرخصة الألمانية بتكون قليلة ومش بالأرقام اللي احنا بنسمعها دي. بس هي ديت النقطة، تكلفة الرخصة الألمانية كام؟ لو انت مش بتعرف تسوق ولو انت مش معاك رخصة ممكن توصل ل4000 يورو علشان تقدر تطلع رخصة في ألمانيا. ولكن لو معاك رخصة مصرية، الامتحان العملي بالتدريب العملي بيكلفك حوالي 1800 يورو أو 2200 يورو على حسب المدرسة اللي انت هتشترك فيها، مش أقل من كده للأسف ومش أعلى من كده. ولكن انت قبل ما تيجي من مصر طلع رخصة وتعلم سواقة وترجم الرخصة المحلفة وترجم الرخصة المصرية ترجمة محلفة، وتيجي بالسلامة ان شاء الله. بالتوفيق.